لا بقول لك ايه، استنى معايا كده نولع اللمبه عشان واضح ان احنا عندنا اكشن كتير. عندنا اكشن كتير جدا يا جماعه. دي في معركه دايره الساعتين اللي فاتوا دول. ومن بعد ما قالوا الاسمين انا مفيش في دماغي غير مشهدين. يعني ما حسام حسن واقف بره بيدرب المنتخب وبيعمل تغيير. التغيير اطلع يا حبيبي بره، اللي واقف بره مش عايز يطلع. انت بتكلمني انا؟ ده انا جاي لك من توتنهام حسام حسن قلت بره يعني اطلع بره. ولو كتر معاه شويه اللي واقف بره ده، حسام حسن هياخدها سبرنت وراه زي ما عمل بتاع ورا الكاميرا مان اللي كان في ماتش المصري ولا الاتحاد، اللي هو اول لما طول معاه شويه بعد ما الماتش خلص طلع يجري وراه داخلين على اكشن شكله يعني هيبقى زي الفل في المنتخب. يا جماعه اخبار حسام حسن قريب جدا من تدريب المنتخب، لكن الرد الرسمي سريعا يجي من محمد صلاح. هل هنشوف الفتره الجايه اعتزال محمد صلاح؟ هو اللي حصل النهارده من البوست اللي نزله ده يقول كده ان احنا داخلين على اكشن حلو اليومين الجايين. ما هو خلي بالك يعني صلوحه كابتن المنتخب، هل محمد صلاح لسه صاحي من النوم دلوقتي وفاكر ان روي فيتوريا اللي هم اقلوه يوم الاحد اللي فات جاي دلوقتي حالا يقول ادي روي فيتوريا اللي انتم مشيتوه اهو ومشيتوه من غير مزاج؟ ده انا لسه ردد عليكم في كاس الامم، عيب عليكم، قايل لكم مش هيمشي وهيكمل. دلوقتي بتمشوه وجايبين لي حسام حسن. طب انا هرد دلوقتي واحط بوست رغم ان فيتوريا ماشي بقالي يومين ان انا ندمان جدا على الكوتش اللي كنت بحبه، الكوتش اللي كان بيديني كل فرصه اختار تشكيل المنتخب وكان بياخد رايي في كل حاجه. جايبين لي حسام حسن. طب انا هوريكم بقى داخلين على فتره تكسير عظام في المنتخب يا جماعه الفتره الجايه لو حسام حسن فعلا بقى المدير الفني. ما هو انت تعالى احسبها كده، حسام لسه من 3 4 ايام كان ماسك محمد صلاح بيشلف له في الفضائيات بيقول لك الموقف بتاع محمد صلاح ده مش هينفع، وانا لو موجود في المنتخب الكلام ده مش هوافق بيه. هل صلوحه كابتن المنتخب اللي هو كلمته كلمته والشورى شورته هيرضى ان هو يقبل ان حسام حسن اللي كان لسه بينتقده من كام يوم يكون هو المدير الفني بتاعه؟ هنخش على فتره هتكون صعبه جدا على فكره على حسام. ليه؟ حسام داخل جاي المنتخب في فتره هو بيداخل برجليه اليمين مش واخد باله ان هو هيكون كبش فدا للمرحله الجايه، والناس ابتدت تتكلم وتقطع فيه من دلوقتي يقول لك ده ما معهوش رخصه، ده جايبينه ما معهوش خبره. حسام حسن جاي فتره اتحاد الكوره من الاخر مش هو ده اللي انتوا عاوزينه. طيب خلاص يا جماعه هنريحكم ونجيبه، بس لما نقع بقى وما نبقاش كاس عالم محدش يتكلم. مش احنا جبنا اللي هو الشعب المصري كله مجمع عليه وبفلوس وحنين ومن غير دولارات وهيراضي الكل، لكن لما نقع محدش يتكلم بقى. الفكره بقى والسؤال المهم، اتحاد الكوره بعد ما صلاح بصها لهم في المداري كده، انا الكلام اللي انتوا عاملينه ده مش عاجبني وزعلان من مشيان روي فيتوريا، فحسام مين اللي هتجيبوه لي؟ هل اتحاد الكوره خلال الساعات اللي جايه هيعين برضه حسام حسن بالعند في محمد صلاح؟ محمد صلاح اللي كان في المعسكرات اللي فاتت الوزير بيقول له يا محمد ده احنا ما عندناش غيرك يا محمد، ملناش غيرك يا محمد، وعلى الرغم كده الراجل سابنا ومشي عشان الاصابه بتاعته. هل بعد ظهور صلاح دلوقتي المتعمد حسام حسن مش هيطول هدفه اللي بيحلم بيه بقاله سنين واللي عليه اجماع دلوقتي بشكل كبير؟ يعني انا عايز اختم بسؤال في النهايه وانت برضو يعني قول لي رايك في التعليقات. انت شايف اصلا ان حسام حسن هو الانسب لقياده المنتخب دلوقتي بعيد بقى عن خبرته وما اعرفش ايه؟ هل يعني الموضوع كله مجرد شخصيه؟ يعني احنا عايزين حد قوي الشخصيه يشكم المنتخب دلوقتي؟ طب ما احنا بنتكلم عن قوه الشخصيه، طب ما احنا نجيب مدير كوره كويس، مدير كوره محترم شخصيه قياديه هو اللي يحكم المنتخب دلوقتي، وخلي عامل الفنيات اللي بتاع الفنيات يا سيدي خلي حسام حسن هو المدير العام للمنتخب وهات مدير فني تاني. هل فعلا حسام حسن هو الانسب؟ لكن لو حسام حسن هو اللي جاي وقدامه هيعتزل محمد صلاح دوليا، هل ده يعتبر مكسب اكبر للمنتخب؟ يعني اعتقد ان في ناس كتيره لو حسبتها الحسبه تقول لك هات حسام حسن الشهرين دول وبعد الشهرين دول يبقى يحلها ربنا. فقول لي رايك في التعليقات اما نشوف كده ايه اللي هيحصل والاكشن اللي داخلين عليه ده هيرسى على ايه في الاخر. ونطفي اللمبه بقى عشان يعني ايه كفايه كده اكشن، ويعني اعتقد ان احنا عندنا اكشنات كتيره الفتره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.